ده جمال وده جميل، وولادي الاتنين اللي بخاف عليهم من الهوا الطاير، أي حاجة تمسهم، وخاصة العين، عين الحسود. كنت دايما قلقة بسمع كلام الناس والحسد والحقد والغل، خلوني أخاف على ولادي، لدرجة إن في ناس كتير قوي ما كانوش يعرفوا خالص إن أنا مخلفة 2 توأم. كان كل ما حد يسألني انت عندك ايه، اقول لهم جمال، يا اما اقول جميل، اي حد فيهم اللي يجي في دماغي. بس قبل ما ابدا الفيديو بدعوكم تعملوا اشتراك للقناه والضغط على الجرس والاعجاب بالفيديو. عاوز اقول لكم ان انا بقرا كل التعليقات، واللي حابب يكتب لي تعليق يبقى عارف ومتاكد ان انا بقراه كويس جدا. واللي حابب كمان يتابعني في الصفحه الرسميه بتاعتي هتلاقوها عندكم في اول تعليق تم تثبيته. في ايه يا برار؟ كل ما تيجي كده تيجي من غير العيال؟ خلاص يعني، هو انا هحسدهم انا كمان؟ خوفك من الحسد يا بنتي هيضيع ولادك، صدقيني. اقري قرآن، شغلي رؤية شرعية، لكن مش قوي كده. قلت لها لا يا ماما، انا بخاف من اي حد، ده حتى الجيران يا ماما ما يعرفوش ان انا مخلفة توأم، قليل قوي اللي يشبه ان انا مخلفة توأم، عشان انا بخاف عليهم، ده كل ما حد يشوفهم لازم يتعبوا. ماما قالت لي متهيالك يا بنتي بيتعبوا من اي حاجة تانية، مش شرط ابدا العين. العين مذكورة في القرآن، وكل حاجة ليها علاج، والعلاج بتاعها هو القرآن والرؤية الشرعية، شغليها ليل ونهار في البيت. قلت لها عملت كده يا ماما، بس الوهم اللي جوايا مش راضي يسيبني ابدا، كل حاجة اقول لا، دي هتشوفني وهتحسدني، ده عارف كل حاجة عني، لا يا ماما مش هقدر ابدا، مش هقدر اواجه الناس بالاتنين. قالت لي يا بنتي هتندمي، ولادك هيكبروا وساعتها هتلاقيهم مش عارفين اي حاجة في الدنيا، هتلاقيهم خيبانين، كل حاجة هيجولك جري ويقولولك يا ماما تعالي، يا ماما سوي. وفي يوم جارتنا قابلتني وقالت لي هو فين ولادك؟ اللي انا اعرفه ان انتي مخلفة، بس عمري ما شفتلك عيل. بصيت لها باستغراب، وهي مالها بتسأل ليه؟ فضلت اخمس لها بايديا واقول لها 5 5 5 5 في عين الحسود. الست استغربت جدا من رد فعلي، بقت مش عارفة تقول ايه. انا احرجتها، بس الاحراج بتاعي كان شديد شوية. حتى ولادي اللي لما كانوا بيطلبوا مني ان هم يخرجوا في اي مشوار كنت اقول لهم لا، خليكوا خليكوا يا حبايبي، بصوا انا هنا وبابا هنجيب لكم كل حاجة، اللي انتوا تخرجوا ليه؟ هتبهدلوا نفسكم، ما ينفعش، خليكوا قاعدين في البيت. كان ابني يقول لي لا يا ماما، انا نفسي اشوف الشارع، انا زهقت، انت يوم ما بتخرجينا بالليل، لكن الصبح ده ما شفناهوش غير من الشباك. ليه يا ماما بتعملي كده؟ انا بشوف عيال كتير جدا ماشيين في الشارع، اشمعنى احنا محبوسين في البيت؟ كنت اقول لهم هو انتوا عارفين اللي بيجرى لهم؟ زمان دولت لما بيروحوا البلاوي كلها بتجيلهم. يا ابني خليك في البيت واحفظ نفسك، صدقني الحسد ده بيودي في مصايب، بيدخل القبور يا ابني. ده جوزي بيقول لي في ايه يا برار؟ معقوله للدرجه دي؟ العيال كبرت وانتي حبساهم في البيت ليل ونهار، حتى لما بطلب منك ان انا اخدهم واوديهم عند مامتي تشوفهم انتي بترفضي، هي اللي بتيجي. كنت اقول له معلش سيبهم بس شويه كده لحد ما يكبروا، وصدقني ساعتها واحده واحده كده هعرف الناس اللي حوالينا ان انا مخلفه 2، كفايه ان مامتك ومامتي واخواتنا احنا الاتنين عارفين. كان يرد ويقول لي منك لله يا شيخ، العيال هتكبر ملهاش اي شخصيه، هي الناس كلها مش مخلفه بالاتنين والتلاته والعشره كمان، ايه يعني ان انت مخلفه 2 توأم؟ هو انت اول واحده ولا اخر واحده؟ بصيت له وقلت له 5 5 5، ما تقولش بس توأم، 5 في عين الحسود فيها عود، ربنا يستر يا رب والليلة دي تعدي على خير. استغرب جدا من رد فعلي ورد وقال لي يعني انا هحسد ولادي انا كمان؟ لا، ده الموضوع قلب معاكي بمرض، انتي لو فضلتي على كده بجد انا هاخدك للدكتور يكشف عليكي يشوف فيكي ايه بالظبط، ايه اللي مخليكي خايفة ومرعوبة قوي كده على العيال. ولادي اتغيروا، والسلوك بتاعها كمان اتغير جدا، بدأوا ان هم يمسكوا اي لعبة ويمسكوها ويضربوها، وابني كمان جمال كان بيعيط من غير سبب. بصيت وقلت مين يا ترى بقى اللي بصلكم وحسدكم؟ ما كنتوش كده،
ها، ما هو ماما تقول لي عادي وجوزي كمان يقول عادي. طب لو طلعتوا في الشارع هتعملوا ايه؟ على العموم انا هاخدكوا بقى وهوديكوا عند الدكتور، والدكتور هو اللي يحدد اذا كنتوا تعبانين، ولا حتى اوديكوا عند شيخ يرقيكوا رقوة حلوة عشان تطلع العين. وحتى لما رحت للدكتورة خدت جميل بس معايا، وقلت ما هو ده زي ده، بدل ما اخرج من الاتنين اخرج بواحد بس. والدكتورة يوميها فضلت تقولي هو ايه، هو الولد ما بيشوفش حد؟ ايه علاقته باللي حواليه؟ قلت لها بصراحة مفيش اي علاقة، هو طول النهار قاعد في البيت، ما بيخرجش، ما بيعملش اي حاجة. ردت عليا وهي زهقانة جدا وقالت لي ازاي يعني؟ اللي في سنه لازم يروح الحضانة ويبقى في اختلاط ما بينه وما بين الاولاد، لان الاختلاط ما بينه وما بين الاطفال اللي زيه هيقلل العنف، وكمان هيحدد الشخصية بتاعته. روحت البيت وفكرت في كلام الدكتورة وهي بتقولي لازم يروحوا الحضانة. طبعا الفكرة بالنسبة لي كانت مرفوضة تماما. يعني ايه كل يوم اخد الاولاد واخرج بيهم كده قدام الناس والناس تشوفهم؟ اعوذ بالله، لا 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 مستحيل. ومرت الايام وكنت زي ما انا لحد سن المدرسة. جوزي جه وقال لي ايه يا مدام، حتى المدرسة بقى ابنعيهم ما تخرجهمش؟ قلت له لا ما ينفعش، بس انا عندي شرط، مفيش حاجة اسمها باص هيجي ياخدهم، انا اللي هاخدهم بالعربية وامري لله، ووديهم واجيبهم كل يوم، وهستناهم عند باب المدرسة. ويا ريت يا ريت تعمل لي ازاز العربية باللون الاسمر عشان مفيش حد يشوف الا واحد فيهم بس. جوزي عمل لي اللي انا عاوزاه عشان يريحني، بالرغم ان هو مش موافق باي حاجة انا بعملها. كنت بقف لهم على باب المدرسة وما برتاحش غير لما اخدهم في ايدي هما الاتنين. وحتى لما كبروا وبدأ ان هما يمارسوا الرياضة بتاعتهم، كانوا خيبانين في كل حاجة، ملهمش صحاب، ملهمش اي حاجة، وهيبقى ليهم امتى؟ وكان يوم بيلعبوا في المدرسة الرياضة اللي هما بيحبوها. بس للأسف ولاد الاتنين ما كانوش اصلا بيعرفوا يلعبوا خالص، لدرجة ان هما كانوا اي خطوة بيعملوها هما الاتنين بيقعوا على الارض، لحد ما زمايلهم بدأ ان هما يستهزئوا بيهم، وكانوا دايما يقولوا لهم انتوا ما بتعرفوش تعملوا اي حاجة في حياتكم غير بماما. ما انا طبعا كنت مشهورة وهم يا عيني كانوا مشهورين في المدرسة ان هم ما بيعرفوش يتصرفوا ولا يتكلموا غير لازم لما يرجعوا لي. واحد زميلهم وقف وقال لهم روحوا اسألوا ماما بقى ايه اللعبة اللي انتوا بتحبوا تلعبوها، اصلا انتوا مش نافعين في اي حاجة. رحت وقلت لباباهم بقى ينفع كده ولادك يتهزقوا في المدرسة وزمايلهم يستهزئوا بيهم؟ ليه؟ خلاص انا هحبسهم تاني في البيت ومش هطلعهم غير بس للضرورة القصوى. رد وقال لي انتي ايه ما بتتعلميش ابدا؟ يا شيخة اتعلمي حاجة من حياتك، ولادك لازم يحتكوا بالناس والناس كمان تحتك بيهم عشان يغيروا من السلوك بتاعهم. بس على مين؟ الكلام ده ما حصلش خالص. كل مشوار كنت بروح معاهم اي حتة، وطول ما انا ماشية اخمس في وش الناس، وكأن فعلا مفيش حد خلف غيري انا. كبروا وكان لازم اجوزهم، جوزتهم هما الاتنين، بس انا اللي اخترت العروسة. طبعا ده البدلة اللي هما كانوا لابسينها كنت انا اللي مختارها لهم. مش عارفة اللي انا كنت فيه ده ايه، حب سيطرة ولا خوفي من الحسد؟ هنشوف في الجزء التاني ايه اللي هيحصل لهم بعد الجواز. استنوني.